بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اليوم الاثنين 3 إبريل 2023، وتغيبنا عن التعليق على الأحداث لمدة حوالي 20 يوم لسبب صحي عارض، والحمد لله إنه ربنا شفانا وعافانا، ونحن هسه نعتبر في طور النقاهة أو في العلاج الطبيعي. بداية أشكر الطاقم الطبي بقسم العظام بقيادة سعادة اللواء حافظ والدكتور هشام على العناية الراقية اللي لقيناها منهم، وكل الطاقم الطبي والمهن الطبية المساعدة في كل المرافق في مستشفى علياء. قول لهم جزاكم الله خير، وجعل الله مجهوداتكم في ميزان حسناتكم بإذن الله. لا أنسى أن أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين زاروني في المستشفى أو في بيتنا العامل إن شاء الله، أو اتصلوا هاتفيا أو برقيا أو بكل الوسائل من الكنداكات والشفوت والتروس، الأهل والأصدقاء والجيران، إخواني في الشرطة وفي القوات المسلحة من كل الرتب ومن كل الدفع. شكر الله لكم، ولا أراكم الله مرضا ولا أراكم شرا على الإطلاق. اليوم أنا عايز أبدأ من حيث انتهى الناس. عايز أبدأ من مباراة الهلال والأهلي في استاد القاهرة. ولو كانت الألفاظ اللي سمعناها من المصريين في الاستاد هي ألفاظ عادية بتقال في أي مكان في القاهرة وهم بينبذوا بها بعضهم، لكن الموضوع بيخص شعب كامل، شعب السودان. نحن ما عبيد يا مصريين، نحن ما عبيد. إذا كان في صفة بتصف العبيد فانظروا في المرآة ستجدوا إنكم أنتم العبيد. شعب لقيط. في الأول نحن كنا بنقول إنه مشكلتنا ما مع الشعب المصري، مشكلتنا مع الحكومة المصرية. لكن الشعب المصري شعب كله حكومة، وشعب هتيفة، وشعب بينساق وراء أجهزة الإعلام، عكسنا نحن بالضبط. الشحن النفسي الذي حدث بعد هزيمة الأهلي في الجوهرة الزرقاء جعل المصريين يضعون في مخيلتهم إنهم سينهزمون مرة أخرى، وكانت بالنسبة لهم هزيمة الهلال مفاجأة. فكانت هتافاتهم وكان اعتداءهم على اللاعبين والألفاظ القذرة التي قالوها، وناقل الكفر ليس بكافر. مع السلامة يا أولاد الوسخة، يا العبيدة هم، ما عارف يا أولاد المتناكة. دي ألفاظ المصريين بيستعملوها بيناتهم. وأنا والله الذي لا إله غيره، ونحن في رمضان سمعت هذه الألفاظ في بنك مصر في الدقي، وأنا واقف علشان في معاملة مالية أعملها. الرجل كان بينبذ مرة بنفس الألفاظ، وكل ذنبها إنها طلعت من الصف ودخلت في صف تاني بنفس الألفاظ. فبالنسبة للمصريين دي ألفاظ عادية، لكن بالنسبة لنا نحن ما عادية. وتقال في استاد القاهرة اللي بيسع 60,000 متفرج وكلهم بيهتفوا بنفس الهتاف، فهذا يجب ألا يسكت عنه إطلاقا. ومن اليوم نحن حنتعامل مع هذا الحدث على إنه الشعب المصري كله لا يستحق الاحترام إلى أن يصدر عن المسؤولين المصريين ما يبرر هذا الذي حدث، وإلى أن يصدر عن مسؤولينا المتخاذلين ما يجعل المصريين يرتدعوا. ولكن إلى هذا الحين نحن ما حنقف أبدا عن تبيان أصول الشعب المصري، وحنحدثهم عن تاريخهم ومن أين جاءوا، واللمامة اللي تلموها. الناس اللي قاعدين في المنصورة عيونهم خضراء وشعرهم أصفر، دي ما في العرب ما عندهم شعر أصفر وعيون خضراء. أبحثوا عن أصولكم أيها المصريين اللقطاء،
ونحن ما أولاد وسخة زي ما أنتم قلتوا، لا، نحن عمرنا في تاريخنا ما كانت أمنا المثالية رقاصة. عمرنا النساء اللي هتفنا بهم وغنوا للسودان، ها، مهلة العبادية ومهيرة بنت عبود، نساء برجال المصريين كلهم. ولن نعدد مواقفنا التي وقفناها مع المصريين في كل حروبهم وفي كل أزماتهم وفي كل مصايبهم. جيشنا اللي بيتكلموا عنه الحسدي بيقودوا البرهان الضان، ها، جيشنا هو اللي كان بيدافع عن القاهرة بعد يوم 5 يونيو 67 حرب الأيام الستة، والجيش المصري انقهر ورجع ماشي حافي من قناة السويس. نحن اللي كنا بندافع عن القاهرة، جيشنا هو اللي كان بيدافع عن القاهرة، وهو الرد الجيش الإسرائيلي عن أن يدخل القاهرة. والكلام ده قالوا جمال عبد الناصر للمرحوم إسماعيل الأزهري على التلفون، قال له لو تحرك الطابور الإسرائيلي لدخل القاهرة. فكان قواتنا التي تحركت حرست القاهرة، ونحن الذين أفشلنا الهجوم على رأس العش. موجودين الضباط الهجمتهم القوات الإسرائيلية في رأس العش وصمدوا حتى تم إمدادهم بقوات مصرية من المظلات. لكن المصريين لا يعترفون بجميل أحد، ويعتبرون نفسهم الشعب الوحيد الفاهم في المنطقة العربية. المصريين حسدي بينبذوا الكويتيين، بينبذوا الإماراتيين، بينبذوا السعوديين، وبيقولوا فيهم ما لم يقل مالك في الخمر. كويس؟ ده كله بسبب انه امتنعوا عن انهم يدوهم قروض تانية علشان السيد السيسي ما يسرقها. الودائع بتاعت دول الخليج الموجودة في بنك مصر كلها اتأكلت، اتسرقت. كويس؟ فالشعب المصري شعب قليل الأدب، شعب عديم الأدب، مش قليل الأدب، شعب أمه المثالية في عبده. في عبده اللي كانت بتطلع بتقول إنه الرقص ما حرام. أنا بتذكر قصة جات في شكل نكتة، إنه واحد يمني، واحد من الإخوان اليمنيين نزل القاهرة بسبب العلاج، السياحة، أي حاجة. المهم نزل في المطار وركب مع بتاع التاكس. بتاع التاكس قال له الأخ منين؟ قال له أنا يمني. قال له أنتوا أجدع ناس، لكن عندكم حتة كده أنا زعلان منكم فيها. قال له خير إيش؟ قال له يعني جدتكم بلقيس لما جات لسيدنا سليمان كشفت عن ساقيها، وده عندنا هنا عيب. اليمن ضحك، قال له كشفت عن ساقيها لأنها حسبت الصرح ماء، لجة معناها ماء، عشان كده رفعت توبة بس ما كشفت عن ساقيها. لكن أنا أقول لك حاجة، أنتوا زليخة زوجة العزيز غلقت الأبواب وقالت لسيدنا يوسف هيت لك. تفهم ايش معنى هيت لك؟ قال له على أي حال سيبك من امرأة العزيز وسيبك من بلقيس، هذه تابت وهذه تابت وأسلمت وتزوجها سليمان، وهذه تابت وقالت حصحص الحق. لكن يا أخي وريني، إذا كان بلقيس كشفت عن ساقيها، في عبده كشفت عن شنو؟ فأولاد الرقاصة ما تتكلموا في الناس، يا أولاد الرقاصات، أولاد العاهرات ما تتكلموا في الناس. نحن ما أولاد وسخة ونحن ما عبيد. لو كان الهتاف ده قلتوه لما انعقدت الورشة بتاعت القاهرة المشولية العبيد الفعليين، كنا حنأيدكم. لا فرق في العبيد الذين ذهبوا إلى ورشة القاهرة بين جعفر المرغني ونبيل أديب ومبارك الفاضل وأردول والمناوي وجبريل وكل الذين ذهبوا إلى ورشة القاهرة. هؤلاء هم العبيد الذين بسببهم هتفت الجماهير المصرية العبيد هم. أردول اللي كان بيقول لنا نحن نفضل نجتمع في العين السخنة أو في شرم الشيخ، في النهاية جمعوهم ادوهم سندوتشات فول وطعمية في المدينة الإدارية ورجعوا. هؤلاء هم الذين مرمطوا سمعة السودان في الخارج. الذي يستحق لفظ العبد الذي ذهب إلى القاهرة ولم يستقبلوه في المطار وذهب إلى القصر وأدى التحية العسكرية
للسيسي. هؤلاء هم العبيد من الشعب السوداني، لكن الشعب السوداني شعب حر، شعب أبي، شعب معروف على مستوى كل الشعوب في كل المناطق، سواء في أوروبا، في أمريكا، في استراليا، في الخليج، في أي حتة، عن أنه شعب محترم ومهذب ويحترم الغير. لكن الشعب المصري شعب عديم الأدب وليس قليل الأدب، شعب عديم الأدب، هم بيناتهم ما بيحترموا أنفسهم. والشعب المصري شعب جبان، شعب جبان، لأنهم بيناتهم يعني الزول الساكن في منطقة مشى منطقة تانية، لو دقوه في المنطقة التانية دي ما بيتكلم إلا لما يجي يرجع منطقته. كويس؟ فهم جو هنا واحترمناهم واستقبلناهم وعاملناهم معاملة حسنة، واتهزموا واحد كورة ما فيها جمهور. وده من العجز بتاعنا نحن، من عجز حكومتنا وعجز اتحاد الكرة بتاعنا، إنه جماهير الهلال أكثر جماهير موجودة في السودان تحرم من إنها تشوف مباراة فريقة مع فريق أجنبي في استاد الجوهرة الزرقاء. لكن لما نمشي القاهرة كل الجماهير، كل ألوان الطيف الرياضي جات عشان تشجع الأهلي المصري، ولما فازوا هتفوا بهذه الهتافات الصغيرة، الهتافات الرديئة التي لا تشبه إلا المصريين. لكن يجب ألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام. أنا بذكر بحادث حصل زي ده في أمريكا، في دولتين في أمريكا، السلفادور والهندراوس، لعبوا مباراة زي دي وأهين الفريق بتاعهم، وكان فيه هتافات بنفس الطريقة دي. اتحرك جيش الدولة الأخرى، جيش السلفادور، اتحرك إلى الحدود واشتبك مع الجيش بتاع الدولة الأخرى علشان إهانة كرامة الشعب. لكن نحن وين الجيش بتاعنا اللي بيتحرك إذا كان مطرمرة ومحتل من الجيش المصري؟ نحن وين الجيش بتاعنا اللي بيتحرك إذا كان قائد الجيش بتاعنا بيمشي يؤدي التحية العسكرية للسيسي؟ وين الجيش بتاعنا اللي بيتحرك إذا كانوا لحد الليلة بيتنافسوا على يدمجوا الدعم السريع في الجيش، ولا يدمجوا الجيش في الدعم السريع؟ من هان الهوان عليه. نحن أهانتنا حكومتنا، أهانونا الطراطير القاعدين في رأس الدولة، ما أهانونا المصريين، لأنه لو كان عندنا دولة زي الناس ما كانوا عملوا اللي عملوه. عندنا تجربة المصريين لما جو لعبوا في الخرطوم مع الجزائريين واتغلبوا واحد، خلوا الجزائريين وكانوا بينبسوا فينا نحن، مع انه نحن فتحنا لهم البيوت في العرضة وفي العباسية وفي الموردة وسكناهم في بيوتنا. كويس؟ سكناهم في بيوتنا، لكن لما مشوا هناك تنكروا لنا ونبذونا وقالوا فينا ما لم يقل مالك في الخمر. هذا الموضوع يجب ألا يترك ويمر هكذا. يجب أن يستدعى السفير المصري هاني صلاح وتقدم له الأشرطة والفيديوهات وخليه يعلق لنا عليها، خليه يطلع ببيان زي طلع به علشان نفتح له شريان الشمال وقال لنا حنديكم كهرباء والكهرباء مستعجلة وما أعرف شو. خليه يطلع يقول الكلام ده وبعدين نحن حننظر في الموضوع. نادي الهلال يجب أن يرفع دعوة للفيفا فورا وليس للاتحاد الافريقي، لانه الاتحاد الافريقي قاعد في القاهره. وقبل كده كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك فاروق جعفر اتكلم عن الرشاوي وعن كيف يتعامل الاتحاد بتاعهم مع الحكام، والقصه بتاعت لراش الحكم المغربي هزم الهلال في نهائي كاس افريقيا في القاهره، وبرضه مع الاهلي ما بعيده من الاذهان. لكن لانه نحن بيحكمونا عبيد فعلا، المصريين هتفوا لنا قالوا لنا انتم عبيد، باعتبار انه الناس على دين ملوكهم. لكن المصريين لم يدركوا انه نحن بنختلف عمن يحكمونا. نحن بيحكمونا عبيد من 1989، من 30 يونيو 89 لما تنازلوا عن حلايب وشلاتين وبرامات، فعلا المصريين اعتبرونا عبيد. كان بيحكمنا عمر الحقير. لما التيم المصري، لما الفريق المصري المنتخب المصري فاز بكاس افريقيا، استدعاهم في الخرطوم وكرمهم واداهم الهدايا واداهم القروش. نحن مشكلتنا يا اخواننا من 56 لحد الليله في حكامنا. ربنا رزق هذا الشعب العملاق باقزام يحكموه. يجب
أن لا يمر مرور الكرام موضوع هتافات 60,000 مصري في استاد القاهرة، العبيدة هم أولاد الوسخة وأولاد المتناكة والكلام الفارغ اللي قالوه المصريين ده يجب أن لا يمر مرور الكرام. يجب أن تكون هناك إجراءات شعبية. أولا يجب أن يترس شريان الشمال تتريس كامل من الجيل لضنقلة ومن ضنقلة لأرجين. يجب أن يقفل نهائيا حتى يعلم الشعب المصري أنه بيتكلم مع أسياده وليس مع عبيده. يجب أن يفهم المصريين أننا لسنا الحديقة الخلفية لمصر تأخذ منا ما تشاء وتترك ما تشاء. أنا شخصيا وقسما بجلال الله والذي نفسي بيده لو كنت مسؤول عن السودان ده يوم واحد لسحبت السودان من جامعة الدول العربية. ونحن هسه بنغني هذا ما جناه علينا أزهري وما جنينا على أحد. الاتحادين اللي بيدعوا أزهري الزعيم، زعيم شنو؟ والله ما زعيم أي حاجة. زول أهبل، زول أهبل دخلنا في منطقة ما عارفين نطلع منها. أزهري راجل أهبل. أي زول بيقول غير كده يجي يثبت لي يوريني أزهري قدم للبلد شنو. مش قاعد 19 يوم في القاهرة عشان يدخلنا في جامعة الدول العربية، وكان أول مسمار دق في نعش فصل الجنوب التصرف الأهبل بتاع أزهري. الزعيم الاتحادين بيقولوا لنا الزعيم. زعيم شنو؟ ما زعيم أي حاجة. زول ما عنده أي فكر سياسي، ما عنده أي حاجة، زول أهبل ما بيعرف أي شيء يمشي يدخلنا جامعة الدول العربية. نحن عرب؟ منو قال نحن عرب؟ حس قبل شهر أو شهر ونص اجتمعت اللجنة بتاعت مهرجان الموسيقى العربية، استبعدت السودان من مهرجان الموسيقى العربية بواسطة الموسيقار المصري حلمي بكر. ولما سألوا ليه استبعدت السودان قال لهم لأنهم بيتعاملوا بالسلم الخماسي. ومن جهل حلمي بكر مع أنه ده تخصصه، لكن أنا بقول له أنت جاهل وما مثقف وحمار مصري، حمار كويس. لأنه السلم الخماسي معمول به في دول شمال إفريقيا كلها، موريتانيا والجزائر والمغرب لحد ليبيا، كل الأمازيغ بيشتغلوا بالسلم الخماسي. والسلم الخماسي في كل دول آسيا وفي كل دول إفريقيا. الأغنية بتاعت أبو فراس الحمداني أراك عصي الدمع لحنوها المصريين بالسلم السباعي وغنتها أم كلثوم كويس، ولحنها الكابلي بالسلم الخماسي وغناها أحسن مما غنتها أم كلثوم. الموسيقى ثقافة يا أيها الجاهل، وليست لها جنسية، والعرب ليست جنسية، العرب لغة. وقد أفحمكم المرحوم بروف عبد الله الطيب